مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن استمعنا سويا لهذه التلاوة والتلاوات ما شاء الله تبارك الله متتالية وجميلة، وكل يدلي بدلوه، صوت جميل، أداء حسن، كل يحاول أن يقرأ القرآن الكريم كما أنزل غضا طريا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لقاؤنا في هذه الدقائق فلدي ضيف صغير في السن، ولكن طموحه كبير ما شاء الله تبارك الله، حجمه صغير ولكن همته ما شاء الله تبارك الله عالية. هو من الصومال، أتى طبعا هو لا يتحدث اللغة العربية، بداية لا يتحدث اللغة العربية، ولكن يقرأ القرآن الكريم ويحفظ 15 جزءا ما شاء الله تبارك الله. الآن نتعرف عليه سويا ونتعرف على معلمه. بداية معلمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى عرفني وبركاته. عن نفسك. عرفني عن نفسك، ما اسمك؟ أنا اسمي أحمد إبراهيم عبد الله. أحمد إبراهيم عبد الله. من أين؟ من دولة الصومال. من الصومال. أيوة. وما هو اسم الطالب؟ هذا اسمه يسميها عبد الله حسن حسين. أنا سأسأل عبد الله، أنا تعلمت من أستاذه ما معنى ما اسمك باللغة الصومالية، فأنا الآن سأسأله وأقول له بقعة أو مقعة. عبد الله حسن حسين. قلت له مقعة، مقعة تعني ما اسمك، فالآن هو يجاوب مقعة. عبد الله. عبد الله من؟ حسن حسين. عبد الله حسن حسين. طبعا هو لا يجيد اللغة العربية، فسيدير الحوار الآن مع معلمه، وأيضا نتحاور مع عبد الله. أستاذي عبد الله ما شاء الله تبارك الله، منذ متى بدأ في حفظ القرآن الكريم؟ تقريبا قبل سنتين أو سنة ونصف كذا. ما شاء الله تبارك الله. أيوة. وكم يحفظ الآن؟ الآن حفظ من سورة الأعراف إلى سورة الناس إن شاء الله. ما شاء الله. أقرب إلى رمضان سينتهي وسيحفظ بإذن الله الكريم. ما شاء الله، هذه بشارة خير، يعني إن شاء الله ما يجي رمضان القادم إلا وقد حفظ القرآن. أيوة إن شاء الله يا رب. بإذن الله الكريم. هو الآن يشارك في هذه المسابقة؟ هو يشارك الآن في المسابقة؟ أيوة لا ما يشارك إن شاء الله بكرة بعد العصر بإذن الله الكريم. بإذن الله. أيوة. سيقرأ القرآن. جميل. في الصومال عندكم كيف تحفظون القرآن وكيف تعلمونهم حفظ القرآن؟ والله في الصومال في قانون خاصة، لأن الصوماليين يبدأون من بداية القرآن الكريم فقط. حينما ينتهي الطالب القرآن الكريم ويحفظ، يبدأ الدراسات الأخرى في المدارس. جميل. الذي تتعلم في مادة أخرى. جميل. زي إنجليش وعربي وما أشبه ذلك. جميل. طيب الآن أود أن تطلب من عبد الله أن يسمعنا من آياته، وأود أن يقرأ القرآن. أيوة إن شاء الله. أنا أخبره باللغة العربية ولا باللغة الصومال؟ أخبره بالصومال. هو ما يعرف اللغة العربية. أيوة أخبر. لكن قال لي أنا أعرف لغة الصومال، اللغة العربية، اسمي واسم أبي وأمي. ما شاء الله. طب اطلب منه باللغة الصومالية أن يقرأ القرآن. أيوة وحنو أغرسها إن شاء الله كيف كمية قرآنك إلهي يكون بري بإذن الله الكريم. marka adigoona ilaahay u tala saarana inoo bilaab insha Allah. bismillah. جعله يرفع صوته. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فعلا لو كان أحد يستمع إليه فقط لظن أنه عربي. أيوة. وتلك معجزة أيوة. الله عز وجل. القرآن معجزة. أيوة، القرآن معجزة. جميل جميل جدا، رائع جدا. بارك الله فيك. إذن أخبرني، في الصومال صعوبة اللغة العربية ليست صعبة، ولكن هم لا يتقنون اللغة العربية. كيف يسهل عليهم حفظ القرآن الكريم وهو باللغة العربية؟ هذه الطريق والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. وهذا تدل على أنها الذي لا يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن. وحدث سبحانه وتعالى. سبحان الله. أيوة. سبحان الله. يعني بعض الصوماليين أكثرهم لا يتكلمون باللغة العربية. نعم. هنا عندنا اللغة والجنسية والبلد. البلد يسميها الصومال، واللغة كما يسميها الصومال، والجنسية يسميها كمان الصومال. أيوة. والناس الصوماليين أكثرهم يحبون القرآن وإذاعة وتلفزيون، وفيه قراء ويتناولون ويحبون من القراء الذين يقرؤون القرآن. جميل ما شاء جدا. الله. نحن سعداء جدا ما شاء الله تبارك الله بهذا النموذج الرائع والمشرف. أيوة. شكرا لكم على جهودكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أعزائنا المشاهدين، وكما شاهدنا هذا الطالب، هذا الشبل الذي بإذن الله في المستقبل سيكون نابغة في القرآن، سيكون بإذن الله عنصر فعال في القرآن. سمعنا سويا كيف أن حروفه ما شاء الله تبارك الله من سمعه لا يستطيع أن يقول غير عربي. إنه القرآن الكريم ميسر لمن أراد أن يقرأه. أعزائنا المشاهدين، كان ذلك أحد المتميزين في هذه المسابقة. غدا بإذن الله نستكمل رسالتنا اليومية ونستكمل معكم هذه المسابقة ونستكمل الحوار مع متسابقين مشاركين في هذه الدورة. إلى لقاء في يوم غد. أنقل لكم تحياتي وزملائي في فريق العمل. كنت معكم إسماعيل الشبلي. نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.